السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اذا جيت اليوم معكم باش ندير مبرجه، كاين اللي يقولوا البراج. هنا درت كونتيتي صغيره، يعني قيسنا برك العائله انا والزوج واولاد صغار هاكو تعرفوا. درت هنايا زبده ومارغرين تاع 250 غرام. نحتاج ثاني سميد رقيق ومتوسط، عفوا كاين اللي يدير بالمتوسط، انا هذا رقيق اللي جابوا لي زوج. مع التمر انا فضلت تاع الميزان خير، مي هو ما لقاش جاب لي هذا الكاشتي، والكاشتي هذا على بالكم باللي يتعبل بزاف. هنايا المارغرين تاعي درتها استعملتها كامله، ذوبتها، كان بقى لي شويه على باه تتحمر تملأ كامل. زدتها لها زيت، واحد الدودو هكاك تاع زيت، زيت نباتيه عادي. كي تبرد نخلطوها مع الوزن. احنا هذه لابوات، هذه العلبه واش راح ندير هي اللي نكيل بها. شوفوا ندير 3 هكذا بالعبار هذا تاع لابوات تاع الزبده، ندير 3 علب. ندير الملح ثاني على حساب لا كونتيتي تاعك، عينك ميزانك، وندير شويه سكر، شويه برك ماشي بزاف، ما راح تجيب بنينه بزاف، يعني ما تخافوهاش. عفوا هذا ماهوش سميد رطب كامل، يعني متوسط شويه، نورمالمون متوسط شويه هذا. هنايا كيما شفتوا نعبر او نكيل 3 كيلات. هنايا الملح قلت عينك ميزانك. انا هذا الملح يعني هذاك اللي كيل بودر، يعني سي بورصا، يعني نتوما تعرفوا على حسب الملح تاعكم، عينكم ميزانكم. نضيف لها قلت شويه سكر، نخلط هذو النواشف مع بعض، نخلطهم مليح. ومن بعد المارغرين تاعي كي تكون ذابت لي اكيد راح نخلط بها شتو كيما نبسو المقروط بنفس الطريقه، شغل نقعدوا نبسو فيها بهذا الشكل. النواشف يعني خلطهم مع بعض. بهذا الشكل. ومن بعد ندير المارغرين تاعي، الزبده الذايبه، كنت زدت لها قلت لكم واحد الدودوه هكاك تاع زيت حتى تملأت لي العلبه مليح. ومن بعد نخلطهم تخي بيان. بعد ما نخلطوهم انا كاين قبل ما شوفوا الماء يكون فاتر، ديروا له شويه برك تاع ماء الزهر ولا حليب ثاني. درت غير شويه حليب سائل باش تبقى لكم يعني طريه، وقت ما قعدت تبقى طريه هكاك هكذا كيما راكم تشوفوا. خلوها يعني تبرد شويه ومن بعد ديروها. يعني تجيب مبسه ما شاء الله، وهشي يشدوا في الفم، وقد ما قعدت لك يعني تبقى هكذاك، ما راح تيبس معاك. بالنسبه للتمر انا هنا خليكم مع المشهد تشوفوا. اما بالنسبه للتمر هو مشروع تاع الميزان، يعني خير من الافضل تاع الميزان. انا هذا الكاشتي قلت لكم تعبني شويه، درته في الفار، فورته يعني كي نطلق مليح، درت له شويه حليب شويه مارغرين وفتحته تري بيان. كاين اللي يحب يزيد له قرفه بودر، انا ما درتلوش يعني القرفه، درت له شويه فقط تاع ماء الزهر وفتحته ونحيت له هذوك شتو اللي يجوك شغل عظام صغار فيه. صافيك تعبني يعني شويه. كنصيحه من الافضل الشرو الاخر، الشرو الكاشتي يعني افضل. هنايا نبسو الوسمو تاعنا مليح كيما راكم تشوفوا، شغل راكي تخدمي في المقروط. عفوا بهذا الشكل. من بعد درت له شويه برك ماشي بزاف، واحد 4 هكذاك فنجان تاع حليب. شوفوا غير شويه فقط ماشي بزاف. اذا درت غير شويه ماشي بزاف تاع الحليب، والباقي رونت عجنته. هنا ما
تستعملوش بزاف، عينك ميزانك. المهم بالماء، الماء يكون فاتر اكيد، ما يكونش بارد. وتجمعي تلمي العجينه تاعك. اذا شغل تفتليها ماشي بهذا الشكل شو رانا نفتله، وهي تمتم تتعجن، ما هيش يعني ما تشدش الوقت كامل. اذا بعد ما يعني شفت الوسمو تاعي تلمت، حطيتها دو كوتي على جانب بلان دو ترافاي. كنت فتحتها، يعني فتحت الاولى، وهنايا فتحت تاع التمر. برك تشوفوا يعني فت قبل فتحت التمر تاعي. تشوفوا على حساب تفتحيها يا مدوره يا هكذا بشكل طولي، على حساب انتي كيفاش راح ديري الخبزه تاعك. حطيتها دو كوتي، ونروح نفتح الطبقه الاولى تاعي تاع العجينه، الخبزه ديالي. اذا نفتحها، ومن بعد واش ندير؟ الخبزه تاع التمر نحطها من الفوق، ومن بعد نزيد نخلي الحشو اللي يبقى عليه ندير به، نفرش فيه من الفوق هكا الطبقه الاخيره. اذا انا هنايا كاين يعني حذفت شويه باش ما نشدش الوقت بزاف، باش ما يجينيش يعني الفيديو طويل وتملوا منه اكيد. هكذا نتوما كي تبداو تفتحوها، فتحوها من الوسط وطلعوها للفوق. انا فتحتها بشكل طولي على حساب العجينه تاع التمر تاعي. تحبي ديريها مدوره اكيد راح تكون التمر تاني تفتحيه مدور. من بعد نرفد فقط الساشي تاعي تاع درت فيه ساشيات تاع الخبز، اللي ما عندهاش يعني ماشي متوفر دير تاع الخبز. شوفوا كيفاش، ومن بعد ساويها نتيا كيما تحبي. هنا يعني تفتحت لي شويه مي معليش، احنا نعرفوا نضيفوا كيما موالف حنايا الجزائريات، وفحلات كيما على بالكم ما شاء الله. نفتح نحي من جهه ونرجع في جهه حتى نساويها. فوالا هنايا كانت خرجت لي شويه على الحشو، راح نواسي ونكمل به الاضافات الاخرى، نملأ بها عفوا الجوانب الاخرى كيما راكم تشوف. بعد نساويها، انا استعملت هكذا نيلون، الكيس البلاستيكي، باه نساويها مليح مليح. شوفوا كيفاش. بعد ما نساويها نزيد الطبقة الأخيرة. شوفوا يعني البراجن نحبهم سيرتو هكذا الأطفال يشربوا بهم حليب. شوفوا ما شاء الله، ولا غير جاتني هشيشة يعني يذوب في الفم. تبعوا فقط نفس المراحل واكيد راح تجيكم يعني ما شاء الله. قلت لكم فقط النصيحة انه تمرشروا تاع الميزان يعني خير هكذا، ولا غير يتعبكم بزاف. مي الاخر تاع الميزان بزاف ما يتعبش يعني. هنا تحبوا تفتحوها، تحبوا تحطوها هكذا من الفوق، انا يعني كي فتحوها خير تفتحيها ثاني في كيس بلاستيكي وتحطيها من الفوق افضل وافضل. هكذا يعني شفتي باللي فيها خدمه، ميك تفتحيها ثم تفوت. هنا هاي لك بعد ما كملت، ومن بعد تقسميها، تقسمي الحبة تاعك كيما راكي حابه، يعني بشكل طولي مربعات. هنايا هذو نحيتهم الحواش الاطراف كيما نقولوا، نحيتهم بجهه، ومن بعد تقسميها مثلثات او مربعات، يعني كل واحد وش راكو حابين. في الاول قسمتهم ولا غير جاوني الحبات يعني كبار ما شاء الله، وانا نفضلهم يعني صغار خير. شوفوا هكذا يتبان الحبه صغيره، مي كي طابت يعني الله يبارك ما شاء الله، تبان فقط صغيره مي هي ولا غير كبيره يعني، ولا غير جا خفيف ما شاء الله. ماشي راني يعني نزوخ عليكم ولا، يعني للامانه
جربوها ورجعوا لي في التعاليق. جا ما شاء الله. هنا انا مقسمتهمش على مره، كنت في كل مره نقسم بشويه هكذا باش من. واكيد كي تقسموهم بعد غلقي ديري من الفوق الكيس بلاستيكي باش ما تنشفلكش يعني لاباط ديالك. هنايا تساووها كيما نساوو مقروطه عادي، تساوي الحبه تاعك. هذاك في يدي يعني تمر باش ما تقولوش متسخه ولا. الحشو تاع التمر فقط. شوفوا الحبات جاو ما شاء الله. هاي لك يعني النهايه كيفاش كانت النتيجه. شهيتكم في الجنه ان شاء الله. تهلاو في رواحتكم ومع السلامه.